الحكاية بتبدأ مع راجل ميت اسمه كوروكاوا، وكونان والشرطة والصحبة الحلوة هناك، وبيلاقي على الكمبيوتر حروف GUN، والمحقق توجو بيتهم واحدة من أهل المقتول وهي المساعدة بتاعته مينا، وبيقول لها إن التلات حروف دول اختصار شهر جون، وهو ده الشهر اللي مينا اتعينت فيه، وطبعا بتحب فيه وتقول له أنت محقق فاشل. وكونان يتدخل ويقول إن كورو داس بصباعه الخنصر على الحروف ABM وعلى وزارة تحويل اللغة، وإن ده غير منطقي، والمبرر الوحيد إنه بعد ما ضرب على دماغه مسك راسه ووقع وداس على وزارة تحويل اللغة بالغلط، وده كله كان صدفة، وإن هو كان عايز يستخدم اللغة اليابانية وترجمتها كانت ما نا مي، وطبعا الست خافت، ويروح كونان يقول لها الدليل، وإن هي بعد ما ضربته على راسه دست على نقطة دم، والدم معلم في الشراب، وقعدت تحكي إنها كانت متجوزة وجوزها مات بسبب غلطة عملها كورو، والقضية بتخلص. وبعد كده كونان يروح على بيته ويألف في الجوابات اللي جاية لوالده عشان هو مؤلف كبير، ويلاقي جواب باسمه من واحد اسمه تيجي موريا، بيكون في الرسالة إن هو عايز يجي عنده في البيت، وأي حد عايزه من طرفه يكون موجود برضه مفيش مشاكل، علشان هيكون في ضيوف والكلام ده كله يعني، وإن الميعاد ده هيكون الساعة 3:30. فيكلم ران ويقول لها إن في راجل عازمه وهو مش هيقدر يجي، فروحي انتي وابوكي وكونان. فبتوافق بس على شرط انه يروح معها السينما يوم الاربع الجاي، فطبعا بيرفض، وران بتسأله انت بتحب اللون الاحمر ولا الازرق، وبيقول لها الاحمر، وبيقفل معاها وهو بيقول ما هو لو انا كنت هروح السينما ما كنتش كلمتك عشان تروح عند الراجل ده، يا لهوي على الذكاء. ويروح البيت وران بتقول له ان الميعاد ده هو نفس الميعاد والتاريخ اللي سينشا خطبها فيه، ويروحوا ويشوفوا القصر والفخامة والصرف باين بصراحة، ويجي تيجي يرحب بيهم ويقولوا إنهم جو مكان سينشي، ويوديهم عند قاعة العرض علشان يوريهم المباني اللي عملها، ويسألها إذا كانت تعرف سينشي ولا لأ، وبتقوله إن هي خطيبته وهتقابله في السينما يوم الأربع الجاي، وإنها جايباله تيشيرت أحمر من الصوف. وبعد كده يوم السبت ران راحت تجيب الهدية، ويروح كونان عند الدكتور أجاسا وهو عمال يقول أنا اتدبست ومش عارف أعمل إيه، وبيسأل الدكتور إذا كان يعرف يعمل إنسان آلي، فالدكتور يقول له لا يا راجل عشان خروجه أعمل لك إنسان آلي، أنا ما خرجت لا أنت ولا هي. وفجأة بيسمعوا خبر إن في واحد مجهول سرق كميات كبيرة من البارود، وسرق برضه حاجات تخليه يعمل حاجة اسمها قنبلة البلاستيك، والتليفون بيرن ويظهر إن اللي بيتكلم هو الشخص اللي سرق البارود، ويكون عايز الرقم بتاع سينشي اللي هو كونان يعني، وبعد ما بياخده بيقول لسينشي اللي هو كونان إنه يروح الجنينة العامة جنب النهر الكبير، ولو اتأخر هيكون فيها رقاب. وكونان بياخد البتاع بتاعه ويقول للدكتور يتصل بالشرطة، وعند نهر تيموس في الجنينة الخضراء العيال اللي بيعرفهم كونان بيكونوا بيلعبوا بالطيارة، ويجي كونان يسألهم على الطيارة دي، ويقولوا إن في راجل كده اداهم الطيارة دي وقال لهم إن اسمها قاذفة القنابل، فكونان يعرف إن في حاجة غلط وإن الطيارة فيها حاجة مش مظبوطة، والعيال بيتخانقوا عليها فريموت الطيارة بيتكسر وتمشي تطير في أي حتة، وكونان يقولهم إن الطيارة دي فيها قنبلة، والعيال بيخافوا ويجروا، وكونان بيكون عايز يتحكم فيها لكن بتتكسر منه أكتر، فيقول له ما بدهاش، ويروح يشغل الكوتشي ويشوط الريموت والقنبلة تنفجر. والشخص ده يكلم كونان ويستغرب إن سينشي صوته اتغير وإن في طفل بيتكلم، ويقول له إن في قنبلة تانية هتنفجر الساعة 1 موجودة في مكان الراحة. ويجري كونان عند محطة بيكا وكونان يدور على القنبلة دي، ويروح مطعم علشان يشوف المكان من فوق، ويلاقي واحدة ست شافت صندوق في قطة واخدتها معاها ومشيت، ويفضل يجري وراها لحد ما يلاقيها، ويكون فاضل 5 دقايق بس على انفجار القنبلة، لحد ما العربية بتقف واللوح بتاعه هو كمان بيقف، وده بسبب الخبطة اللي حصلت للوح وهو كان ماشي بيه. فبياخد عجلة واحد ويكمل جري لحد ما يوصل وياخد القنبلة ويجري، والوقت خلاص بيعد والقنبلة هتنفجر، ويسيب العجلة والقنبلة بتنفجر، ويكون من قوة الانفجار بتخبط على دماغه، وبعد كده يروح المستشفى ويفوق فيها، وتوجو بيزعق فيه ويقول له يا ابن المعتيه ايه اللي انت عملته ده، ويحكي كونان على كل حاجة حصلت، ويقول للشرطة إن الشخص ده هيتصل تاني. وفعلا الراجل ده بيرن، وتوجو خد التليفون وقال له سينشي مش موجود، كلامك دلوقتي معايا. والشخص ده بيرد عليه ويقول له أخفتني، ويقول له خد التقيلة، لقد زرعت 5 قنابل على خط السكة الحديدية. 5 قنابل؟ كارثة. ويقول إن شرط انفجار القنابل دي إن القطر يمشي بسرعة أقل من 60 كيلومتر في الساعة، وإنهم لو ما شالوش القنابل هتنفجر بعد غروب الشمس. ويجي مشهد في محطة توتو هي اسمها كده، وعملوا تنبيه على كل القطورة بعدم التوقف والحفاظ على السرعة. وفي المستشفى كونان والدكتور أجاسا بيفكروا في حل، والدكتور قال لكونان
إنه لما ده حصل افتكر اللوح بتاعه علشان هو بيشتغل بالطاقة الشمسية، وهنا كونان بيعرف الحل، وإن القنابل لو ما تعرضتش للشمس مدة طويلة هتنفجر، وبيكلمهم ويقول لهم الموضوع كله، وإن الخط اللي مستهدفه الشخص ده اسمه الخط الدائري، وإنهم لازم يحولوا مسار القطر، ورئيس العمليات بيؤمر العمال إنهم يحولوا الخطوط من الخط الدائري لخط الشحن علشان يتفادوا الانفجار. وبعد محاولات بيقدروا إن هم يوقفوا القطارات، والمحقق ميجوري لم كل الضباط وأمرهم إنهم يلاقوا القنابل قبل الساعة 4، وفعلا بيلاقوا القنابل. وبعد كده بيكون على التلفزيون تفاصيل عن القنبلة اللي كانت تحت جسر العاصمة، وإن الكوبري ده نفس الكوبري اللي شافه عند تيجي، وإن كونان بيلاقي علاقة بين الكوبري وبين كورو. وبعد البحث والتحري لقى إن كل البيوت اللي عملها تيجي اتحرقت، فبيروحوا كلهم عند تيجي، وكونان بيروح المعرض وبيشوف كل البيوت اللي اتحرقت، ويفتكر إن تيجي لما قال إنه مش مبسوط بالتصميمات دي وعايز يغيرها، وهنا كونان بيشك فيه أكتر. الجمال شرط أساسي، مهندسو هذه الأيام لا يعجبونني وينقصهم الإحساس بالجمال. بيلاقي حاجة متغطية ويكتشف إنه تصميم للعاصمة، وهنا بيعرف إن تيجي هو اللي عمل كل ده بس معهوش دليل، ويرن على ميجوري وهو بصوت سينشي ويقول لهم يروحوا أوضة العرض، وتيجي يقول لهم ماشي بس أنا لازم أروح المكتب بتاعي دلوقتي، ويروح عند المكتب بتاعه وياخد الولاعة، ويتفاجئ إن التصميم بتاعه مكشوف، وكونان يكلم ميجوري بصوت سينشي ويقول له يفتح السبيكر عشان كل الناس تسمع، ويقول إنه عرف المجرم اللي عمل كده، والمجرم الحقيقي هو تيجي، وإن السبب اللي خلى تيجي يعمل كده هو كرهه لبعض المباني، وإن هي لازم تتغير. وكمان قال لهم إن كل البيوت اللي اتحرقت موجودة في المعرض، وإن البيوت الموجودة دي مش متشابهة، لأن ملاك البيوت كانوا بيقولوا على التعديلات اللي بيعملوها، وهو ما كانش يقدر يعمل أي حاجة لكن لسه مهندس صغير في أول الطريق، وهو ده السبب. وطبعا تيجي بيرفض، وكونان بيقول إن الدليل موجود ورا النموذج، وبيلاقوا أدوات التنكر، وبعد كده كونان بيجي يظهر إن الأدوات دي هو اللي عملها زي النضارة والباروكة والدقن، وتيجي بيقرر يتهور ويفجر البيت بالريموت، بس كونان يقول له لن تنفجر، لن يعمل جهاز التحكم من دون مدخرات. وتيجي بيقول لهم اوعوا تفتكروا انها كده خلصت، ده لسه في حاجة تانية اهم، في مبنى تاني مستني عشان يتفجر. وكونان بيعرف ان المبنى ده هو السينما، وبتكون ران موجودة في السينما والقنبلة بتنفجر، وكونان وتوجو ما بيعرفوش يكلموها. وتيجي بيقول لم يكن الانفجار السابق إلا لأبعد الناس عن البناء، القنبلة لم تنفجر بعد. وكل الموجودين بينفعلوا على تيجي، وبيظهر من جيبه ورقة وكونان بياخدها، ويظهر ان ده مخطط تفصيل للقنبلة. ونيجي بعد كده على السينما وهي بتنفجر وكل حاجة بايظة، وكونان بيدخل السينما والناس مرعوبين من جوه، وكونان يكلم ران بصوت سينشي ويقول لها انه ورا باب الطوارئ ويخليها تدور على حاجة غريبة، ويكتشفوا ان القنبلة موجودة هنا وقدامها 42 دقيقة عشان تنفجر، وساعتها ما بيكونش في اي حل غير انها تفككها، وابتدت تعمل كل حاجة بتعليمات كونان، ويقول لها توصل السلك الاصفر وبعدها السلك الاخضر. ومشهد تاني بنشوف توجو متوتر وبيسأل تيجي ازاي يوقفوا القنبلة، فيرد ويقول له ان القنبلة معقدة جدا، وحتى لو كل السلوك اتقطعت صح فهناك سلك خدعة. ونروح لكونان وران ويقول لها احنا هنخلص لما نقطع السلك الاسود، لكن انا بتقطع السلك الاسود والعد ما بيقفش، وان في سلكين احمر وازرق. وكونان مشغول بالتفكير ومصدوم من اللي حصل، وبيكون فاضل 3 دقايق، وران كانت عايزه تقول له حاجه وتقول له أنت أقرب إنسان إلى قلبي يا سينشي. اختاري أحد السلكين واقطعيه. لكن قد أختار السلك الخطأ. ران، أصغي إلى قلبك، أصغي إليه فهو صادق دائما. لا خيار أمامنا سوى ذلك الآن يا ران. أجل، صدقت. الحمد لله يا ران، ما يحدث معنا الآن ما هو إلا اختبار حقيقي لقوتنا. لا تخافي، كنا ولا نزال صادقين، والصدق مصدر قوتنا، إذن فلنعتمد على صدق قلوبنا. فهمت قصدك. ووسط ما هم منسجمين بينزل انهيار يكسر التليفون بتاع كونان، وتجوا العمال وبيحاولوا يخرجوا الموجودين جوه. وساعتها كونان بيفتكر ان تيجي سأل ران على اللون اللي بتحبه، وهنا يعرف ان السلك الاحمر فخ، وبيحاول يقول لها لكن المكان بينهار وما يقدرش يقول لها، وران بتستجمع قوتها وتختار السلك. صوت قلبي يا رب. وفعلا تختار السلك الازرق، والمكان ما ينفجرش وكل حاجه تطلع كويسه. وبعد كده رجال الاطفاء بيخرجوها، وكونان بيسالها انت ليه ما اخترتيش السلك الاحمر مع ان سينشي كلمني وقال لي ان انت هتختار السلك الاحمر. فبتبص له بلطف وتقول له الاحمر ده الرابط بيني وبين سينشي، فازاي اقطعه؟ وبكده خلصت الحدوته وخلص الفيلم، وكل الناس طلعوا فرحانين. ولو عجبك الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، تكتبوا لي ملخص ايه تاني في سلسله افلام المحقق كونان. وبس كده، كان معاكم احمد،
سلام.